السلام عليكم. أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الأربعاء 14 فبراير شخصا يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية اختطاف واحتجاز المفرون بالتعذيب والقتل العمد في حق زوج المغنية المغربية ريم فكري. وأفادت مصادر أمني أنه بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي جرى إيقاف 5 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في القضية، وذلك على ذمة البحث القضائي التي لا زال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض استجلاء الخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة التي يشتبه في كونها ناتجة عن تصفية حسابات بسبب خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي.